في الكورة مش دايما اللي بيكسب هو الأحسن، في ماتشات كتير قوي قرارات الحكم بتبقى ظالمة، وقرار واحد بس ممكن يقلب ال90 دقيقة. شفنا ماتشات الحكم كان ليه تأثير واضح جدا فيها، زي قرارات غريبة اتخذت في لحظات أغرب وغيرت مصير الماتش كامل، زي طرد ظلم، زي ضربة جزاء ما اتحسبتش، أو ضربة جزاء اتحسبت غلط، أو حكم بيميل لفرقة معينة من الفرقتين. في حكام بيغلطوا غلطة مش مقصودة، وفي حكام تانية غلطتها بتبقى مقصودة ومش مجرد خطأ بسيط. في حلقة النهاردة جمعت ليكم لقطات من ماتشات حصل فيها ظلم تحكيمي واضح جدا، ولقطات قبل الفار ولقطات بعد الفار، وهنحللها مع بعض وهنشوف القرار ده صح ولا غلط. وعايزك تحلل معايا وتقولي رأيك في الكومنتات، وتقولي ايه اكتر ماتش حسيت ان فيه الحكم كان ظالم جدا. بس قبل ما نبدأ صلي على النبي واعمل لك كوباية شاي او هات لك حاجة تاكلها واقعد اتفرج للآخر، ويلا بينا. واول ماتش معانا وهو انجلترا ضد المانيا في كاس العالم 2010. في ماتش المانيا وانجلترا في الدقيقه 38 كانت كوره جايه لامبرد، لامبرد مسكها بلمسه واحده وعملها لوب. الكوره جت بشكل جميل جدا وارتدمت بالعارضه ونزلت في الجول وخرجت تاني من الجول. ساعتها الحكم لغاها عشان بيقول ان هي اوفسايد. تعالى بقى نحللها ونشوفها. هنا لامبرد عمل الكوره لوب حلو، كوره طبعا خبطت في العارضه نزلت على الخط. طب تعالى كده نشوفها من الناحية دي، هنلاقي ان الكرة معدية الخط زي ما انتم شايفين. يعني هنا الكرة معدية الخط، وطبعا عشان ما فيش فار ولا في الكلام ده كان ساعتها في 2010 الجون اتلغى، والجون ده لو كان اتسجل كانت انجلترا هيبقى ليها كلام تاني مع المانيا. حكم المباراة دي كان اسمه خورخي لايروندا، جنسية الحكم الاوروغواي، والحضور ساعتها كان 40,000 بني ادم و510. والجماهير ساعتها بعد الماتش شافت اللقطة وكانت ساعتها منزعجة جدا، وكانت هتمسك الحكم هتضربه. والهدف ده كان ممكن يخلي انجلترا تكسب المباراة، او ممكن على الاقل يغير مصير المباراة. بس المباراة خلصت 4-1 لألمانيا. ونيجي لتاني مباراة في الفيديو، واكتر مباراة في الفيديو مليانة غش وقرارات تحكيمية مش عادلة. كوريا الجنوبية ضد ايطاليا في كاس العالم 2002 قدام 38 الف مشجع كرة قدم في دور ال16. وبطلها مين؟ الحكم بايرون مورينو. الحكم بايرون مورينو، او خلينا نقول مورينو بالمختصر، كان ميال شويه او ميال قوي يقول لكوريا الجنوبيه. كان قراراته مش هقول لك فضيحه، دي كانت بص لو جبت عيل صغير هيقول لك ان الكره دي خطا او الكره دي بلانتي او الكره دي ايه ما تتحسبش. بس هو ما هموش ال 38 الف مشجع في الملعب، وكان ماشي بقرارات غلط. والمباراه ما كانتش مباراه كره قدم، لا دي كانت مباراه مصارعه حره، تكسير بقى من كوريا على ضرب على فيفا على شلاليت على كل اللي يجي في بالك. وطبعا اللي مشجعهم على مين كده؟ مورينو اللي هو الحكم. وعلى فكرة هقول لكم حصل له ايه بعد الماتش، انا سمعت بس مش متأكد من المعلومة، بس هنتأكد منها مع بعض. خلينا في المهم. في الدقيقة 103 توتي كان رايح انفرادة جوه ال 18، ومدافع كوريا الجنوبية تدخل على توتي وقعه جوه منطقة ال 18. والكورة زي ما انتم شايفينها قدامكم بالإعادة البطيئة كمان، الكورة طبعا تدخل وباينة جدا ان هي خطأ وضربة جزاء، لكن الحكم قال لك لا ما فيهاش حاجة. طب هو التدخل مش محسوب؟ لا ده توتي بيمثل يا راجل. توتي بيمثل ازاي؟ لو عدنا اللقطة مليون مرة هتلاقي ان اللقطة فيها تدخل واضحة جدا، ضربة جزاء وخد طرد. وطبعا الجماهير كانت ايه عايزة تنزل تضربه في الملعب. وطبعا زي ما انتم عارفين المافيا الإيطالية كانت مستنيه بعد الماتش. وركز معايا قوي هنا، ساعتها في 2002 في كاس العالم كان في قانون اللي هو لو رحت وقت اضافي في البطوله هيبقى في هدف ذهبي. ايه الهدف الذهبي ده يا مصطفى؟ هقول لك انا. الهدف الذهبي ساعتها لو سجلت اي هدف في اي وقت في الوقت الاضافي اي وقت يبقى الماتش كسبته وراح لك وكده كسبت الماتش. يعني الهدف الذهبي تسجل جول في اي وقت من الاوقات الاضافيه الماتش هتكسبه وهيتحسب لك ومش هتكمل الماتش خلاص، انت سجلت الهدف خلاص الماتش جالك وكسبت. وفي الدقيقه 111 توماسي كان هيروح بانفراده، وزي ما انتم شايفين التمريره كانت خلاص هتروح لتوماسي، لكن الحكم وقف ليه؟ بيقول لك ايه؟ تسلل. طب تعالى كده نرجع اللقطه ونشوفها تسلل ولا لا. زي ما انتم شايفين توماسي كان قبل اللاعب او المدافع بتاع كوريا، والثرو طلع، وتوماسي كان قبليه بكتير كمان. يعني مش زي ما نقول كده اللي هو قبليه بحبه صغيره، لا كان قبلها بكتير. الثرو طلع وتوماسي انطلق، وزي ما انتم شايفين الكره واقفه ايه، وتوماسي لسه قبل المدافع، وتوماسي يستلم الكره والحكم يصفر.
صفر. ليه يا حكم؟ الكرة اوف سايد زي ما انتم شايفين قدامكم، تاني اوقفها لكم تاني، الكرة مش اوف سايد. والحكم ساعتها كان واقف مع كوريا جدا جدا جدا، وكان ظالم ايطاليا جدا جدا جدا. ودي الفرصة الاخيرة الذهبية اللي كانت تخلي ايطاليا تخطف الماتش وتروح على طول على الربع النهائي وتحط رجلها فيه. بس للاسف الحكم مورينو كان غشاش وكان ظالم وكان واقف مع كوريا الجنوبية. وفي الدقيقة 117 كوريا تخطف الهدف الثاني والهدف الذهبي اللي وداها ربع النهائي، وكده تكون كسبت 2-1 على ايطاليا. بس في اخبار بتقول لك ان المافيا الايطالية بعد الماتش قتلت الراجل ده اللي هو الحكم مورينو، وما نعرفش الخبر صحيح ولا لا، بس ده اللي انا سمعته. وبكده ده يكون تاني ماتش معانا ظالم. ونيجي لتاني ماتش معانا وهو ارسنال ضد برشلونة في دور ال 16 في دوري ابطال اوروبا في سنة 2011. في الدقيقة 56 فان بيرسي كان رايح انفرادة وخلاص كان هيسجل هدف، بس هو انهاها وحش. بس بعيدا عن كل ده الحكم اداله طرد. طب اداله طرد ليه؟ هقول لك انا اداله طرد ليه. وهو رايح انفرادة ساعتها كانت الكرة تسلل حلو والحكم صفر، بس طبعا فان بيرسي ما سمعش. واحد الحكم قال له طب انت بتعاندني، طب خد كارت احمر وطرده. ساعتها فان بيرسي اتعصب جدا وصرخ في وش الحكم وقال انا ما سمعتش الصفارة، ده في 35 الف مشجع عمالين يتكلموا وعمالين يصرخوا وعمالين يزمروا، ازاي اسمع منهم؟ ودي من اكتر القرارات اللي ممكن كانت تغير مصير المباراة كلها اصلا وتخلي المباراة في اتجاه تاني. ودي تالت مباراة تكون معانا ظلمة في الفيديو. ونيجي الرابع ماتش معانا او الماتش اللي بعده وهو نهائي دوري ابطال افريقيا 2019 الترجي ضد الوداد. الماتش ده مش هقول لك ماتش، الماتشين، لان الذهاب والاياب كان فيهم ظلم كبير جدا للوداد. في الدقيقة 45 الوداد كان رايح انفرادة والكرة جوه ال 18 وفعلا الكرة جت جول، بس الهدف اتلغى. طب ليه اتلغى؟ هقول لك انا اتلغى ليه. ساعتها اسماعيل حداد قبل طبعا الهجمة وهي بتتبني، ساعتها اسماعيل حداد الكرة خبطت في ايده. ساعتها هتقول لي طب ما هو الهدف المفروض يتلغي وقرر الحكم صح، هي لمست ايد اللاعب المفروض يتلغي الهدف. هقول لك تعالى، في 2019 القانون كان بيقول لك ساعتها، الخبراء قال لك ان القانون طبعا كان بيقول لك ساعتها، فساعتها بيقول لك ان لمسة الايد على الحداد كان غير معتمدة وتعتبر ناتجة عن ردة فعل طبيعي للحركة اثناء اللعب. يعني طبعا الهدف بالتالي كان يجب ان يحتسب وصح الهدف صحيح، عشان ساعتها القانون كان بيقول كده، يعني الهدف صحيح 100%. بس الحكم ساعتها لغاه. خلاص يا عم ماشي انت قرارك صح. طب تعالى كده في الدقيقة 56 الكرة خبطت في المدافع بتاع الترجي وجات جريشة راح يشوف الفار وقال مفيش حاجة، والكرة ساعتها خبطت في دراعه او في ايده يعني، طبعا زي ما احنا شايفين، لكن الحكم ساعتها لغاها اللي هو جهاد جريشة. ونيجي بقى لمباراة الإياب اللي فيها الشغل كله أو الفتحة كلها. في الدقيقة 58 رأسية من الكارت حلوة جدا وتدخل الكورة جول. طبعا انت هتقول لي الهدف صحيح وما فيهوش حاجة، لكن الحكم ساعتها حسبه تسلل. طب تسلل ليه؟ تعال نشوف. بيقول لك ان طبعا المهاجم كان متقدم على المدافع. طب تعال نشوفها واحدة واحدة كده وبالعرض البطيء. زي ما انتم شايفين لاعب الوداد لعب طبعا العرضية، وساعتها لو جينا بصينا على الكارتي هنا بقى والارضيه بتتلعب هنلاقي ان المدافع قافل على الكارتي، وطبعا الكارتي قبل المدافع بتاع الترجي. وزي ما انتم شايفين دي كوره طبعا صحيحه ما فيهاش حاجه، يعني ساعتها مش متقدم طبعا الكارتي على على مدافع الترجي مش متقدم، ولا طبعا في خطأ ولا اي حاجه، الكوره سليمه 100%. وزي ما انتم شايفين قدام عينيكم قدامنا واحنا بنحللها، الكارتي طبعا قبل المدافع بتاع الترجي بكتير، مش من كتير قوي يعني، كتير قبليه، ومش طبعا مش متقدم على المدافع ولا اوفسايد ولا بتاع زي ما انتم شايفين اللقطه قدامكم. وقال لك ساعتها الكوره اوفسايد. طبعا قال لك خلاص نشوف الفار، راح عشان يشوف الفار لقى الفار معطل، بيقول لك وقال لك الفار معطل. وقعدوا كتير جدا كتير جدا عشان خاطر يشوفوا اللقطه وعشان يشوفوا الفار، وقعدوا بتاع ما يقرب ساعه اصلا. الوداد ساعتها قال لك طب تمام احنا منسحبين، وساعتها الوداد انسحب من الماتش وانسحب من المباراه النهائيه. وطبعا الترجي توج بالبطوله افريقيا 2019، ودي من الاكتر اللحظات طبعا الظلم في الكوره، وكان ممكن الوداد هو اصلا اللي يكون متوج، واحنا متعودين على افريقيا ان هي مليانه ظلم ومليانه امكانيات ضعيفه ومليانه لعب
وحش جدا. الكوره زي ما انتم شايفين ظلم، وكلها مفيش لعب وكوره ممله. واتمنى افريقيا تتطور جدا في الكوره، عشان خاطر ده مش مستوى قاره المفروض تتقدم واحنا بنرجع لورا نهائي في كره افريقيا. ودي تكون المباراه بتاعه الترجي والوداد في الفيديو. تعالى بقى نروح على المباراة اللي بعديها. في المباراة اللي بعدها دي، رغم ان انا مدريدي، وعلى فكرة مدريدي من صغري، ومدريدي اول فريق شجعته مدريد، بس انا ما بحبش الا الحق وهتكلم بالحق. ونيجي المباراة اللي بعديها، وهي ريال مدريد ضد الباير، اياب ربع النهائي دوري ابطال اوروبا 2017. في الدقيقة 84 ارتورو فيدال دخل على اسينسيو تدخل عادي جدا. الحكم وقف اللعب وحسب خطأ وادى فيدال طرد. ساعتها الحكم قال لك التاكلينج ده على اسينسيو مش على الكورة. طب تعالى كده نبص بالعرض البطيء ونشوف كده، هنلاقي ان ارتورو فيدال داخل على الكرة ولمسها الاول زي ما انتم شايفين بالتصوير البطيء جدا. هنلاقي ان اهو زي ما انتم شايفين ارتورو فيدال لامس الكرة قبل ما يلمس اسينسيو، اصلا هو ما لمسش اسينسيو من الاساس. وساعتها الحكم قال لك ده على اسينسيو مش على الكورة، والحكم اداله طرد ظالم. وحتى لو كان على اسينسيو ما يستحقش خالص ان هو ياخد طرد. في الدقيقة 104 كريستيانو سجل هدف حلو جدا، ما قلناش حاجة. هنلاقي ان كريستيانو كان جوه منطقة ال 18 بعد المدافع، مش هقول لك بعد المدافعين، ده كان قاعد هو ونوير بيشربوا شاي اصلا. تعال نعيدها برضو تاني عشان ما نظلمش كريستيانو. زي ما انتم شايفين بالتصوير البطيء، كريستيانو ده معشش جوه ال 18 والمدافعين سايبينه لوحده. تمام. كرة طبعا جايله من فوق وجول. الحكم طبعا قال لك الجول صح 100%. وده هدف ظلمي جدا، وخلى ريال مدريد يعني يتقدم على الباير. وكان طبعا باين تسلل واضح جدا واي حد يقدر يشوفها. ونيجي للتالت بقى تسلل معانا، والمباراه دي مش هنخلص منها. في الدقيقه 109 طبعا مارسيلو بالانطلاقه الجميله جدا، طبعا احنا كلنا شفناها في الماتش، وكنا بنقول على مارسيلو هو رجل الماتش. زي ما انتم شايفين منطلق جميل جدا والكره تمام، بيديها لكريستيانو. طب تعالى كده نرجع باللقطه تاني، هنلاقي ان كريستيانو اصلا برضه معشش جوه مش هقول لك جوه ال 18، لا قبل ال 18 بس، سايب المدافعين لوحدهم وهو لوحده خالص في المنطقة. ودي مش مفروض تسلل، دي ابو التسلل نفسه. بس رغم كده الحكم برضه حسبها ان هي هدف صحيح، وكده يكون مدريد كسب المباراة. وهدف ظلم جدا، ومش هقول لك هدف ظلم، مباراة ظالمة جدا للباير، وريال مدريد يكسب المباراة. ودي تكون المباراة بتاعت ريال مدريد والباير اللي مليانة غش. تعال بقى نروح على المباراة اللي بعديها. المباراة اللي بعديها باريس ضد برشلونة، ماتش 6-1 المشهور جدا في دوري ابطال اوروبا 2017. في الدقيقة 48 كرة حلوة جدا راحت لنيمار، ونيمار داخل في المنطقة وخلاص، لكن مونييه يتعرقل او اقول لك يتزحلق جوه المنطقة بالبلدي، وطبعا نيمار يمشي ويجري ويخبط فيه ويقع في الارض. مونييه ساعتها ما كانش قصده ان هو يتعرقل او يقع، هو وقع عادي جدا في الارض، ونيمار طبعا استغل كده، وطبعا وقع هو كمان او خبط فيه ووقع في الارض. ساعتها القانون بتاع التحكيم كان بيقول لك ان اي لاعب مش قصده يتعرقل او مش قصده يتدخل، زي مثلا من كده وقع من غير ما يقصد، وطبعا حصل زي اللي حصل مع نيمار، الكوره مش هتتحسب. لكن الحكم برضه حسبها ضربة جزاء. ودي من اللقطات اللي هي زي ما نقول، مش هقول لك غش، هي ممكن تكون الحكم شايفها كده، بس هي من اللقطات اللي هي مش عادلة، وما كانش مفروض الحكم يحسبها ضربة جزاء. هو بصراحة انا عايز اقول لكم ان انا شايفها ضربة جزاء ومش ضربة جزاء 50-50. انا عايزك برضو تقول لي انت في الكومنتات هل انت شايفها ضربة جزاء ولا لا. وفي الدقيقة 90 سواريز كان جايله كرة عالية جدا او لوب جوه ال 18، ماركينيوس ما تدخلش عليه، يا دوبك حط ايده او يعني قفل عليه تمام. وساعتها سواريز طبعا بتمثيله وقع واتحسبت ضربة جزاء. تعالى كده نرجع ونشوفها بالتصوير البطيء، ونشوف سواريز كده وبيمثل. وزي ما انتم شايفين كالعادة سواريز بيمثل، والمرة دي ظبطت معاه. وساعتها مفروض ما كانتش تتحسب، لان ماركينيوس ما اصلا ما يعني ما اندفعش او عمل حاجة، وكان تمثيل جدا ووقع، اللي هو مجرد ما حط ايده عليه ماركينيوس ساعتها سواريز وقع وعمل فيها ان هو ومش قادر وبتاع وبموت. وساعتها الحكم حسب ضربة جزاء وقال له خد يا عم ضربة جزاء. وساعتها نيمار شاطها ودخلها في اليمين، وكده الماتش اتحسب لبرشلونة. و
دي من اللقطات اللي هي الظلم في كرة القدم، واللقطات اللي فيها تمثيل وغش. المباراة اللي بعديها فرنسا ضد ايرلندا في اياب ملحق كاس العالم 2009 او 2010. ساعتها في الدقيقة 103 كان فيه فاول لفرنسا، حلو، والفاول اتعمل عرضية وجوه ال 18. لو بصينا كده تعالى كده باللقطة اللي يعني بالبطيء كده، هنلاقي ان في لاعب من فرنسا لمس الكرة بايده، بعد كده راحت لتيري هنري سندها برضه بايده، وبعد كده اداها بالرجل ودخل الجول. تمام، حلو. الحكم ساعتها قال لك ان الهدف ده صحيح 100%. طب تعالى كان نعيدها تاني بالتصوير البطيء. زي ما انتوا شايفين الكرة خبطت في ايده طبعا، وبعد كده دخلت لهنري في ايده برضه، وساعتها عملها اسيست ودخلت جول. وساعتها جماهير ايرلندا بعد الماتش شافوا اللقطة واتقهروا جدا جدا جدا. ممكن الهدف اللي اتلغى ده كان يغير مصير الماتش، واظن ان هو ما كانش هيغير لان فرنسا ساعتها كانت اقوى من ايرلندا. فدي من اللحظات اللي هي الغش في المباريات. والماتش اللي بعده وهو الكويت ضد فرنسا في كاس العالم 82. وساعتها الماتش ده حصل فيه مش هقول لك قرار غش، ده مصيبه. ليه بقى؟ لان فرنسا ساعتها كانت سجلت الهدف الرابع، ولاعيبي الكويت ساعتها وقفوا وقال لك احنا سمعنا صفاره. طب وقفتوا ليه؟ احنا سمعنا الصفاره بتاعه الحكم. وساعتها الصفارات دي كانت جايه من مين؟ الجمهور. ساعتها الصفاره جايه من الجمهور، وقال لك الصفاره دي احنا افتكرناها من الحكم حسب خطأ او حسب اوفسايد، والحكم قال لك الهدف صح 100% وهيتحسب. ساعتها كان في المدرجات مين بقى؟ الشيخ فهد الأحمد الصباح، وده رئيس الاتحاد الكويتي ساعتها. وساعتها الشيخ فهد الأحمد نزل الملعب وراح عند الحكم وقال له لو الهدف ده ما اتلغاش الفريق هينسحب. والحكم استوار ساعتها قال لك لا انا مش هلغي الهدف خالص والهدف صح 100%. ساعتها طبعا الشيخ فهد الأحمد قال له هنسحب انا والفريق. وبعد طبعا كلام بقى وضغط كبير الهدف اتلغى. المصيبه هنا ان اصلا في قانون الكوره ان لو الهدف في زي حاجه شبه كده، اللي هو لو طبعا الفرقه سمعت صفاره خطا، او اللي هو ما مشيتش على صفاره الحكم، او في قرار من بره الماتش سواء بقى شخص زي كده او حاجه من بره الحكام، يعني ان الهدف يتحسب 100% او القرار يتحسب من الحكام نفسهم. تمام. رغم كده ساعتها لغى الهدف عشان خاطر الشيخ فهد الاحمد قال ايه؟ عايز الهدف ايه؟ يتلغي. ورغم كده اصلا هم خسروا المباراة، مش فارقة برضه. فبس دي طبعا من الحاجات اللي هي زي ما تقول كده غش او فيها ملعوب. نيجي بقى للماتش اللي بعده، وكده عرفنا الماتش ده. الماتش اللي بعده جنوب افريقيا ضد السنغال في تصفيات مونديال 2018. في الدقيقة 82 كرة عالية جدا من جنوب افريقيا جوه ال 18، والكرة خبطت في مين؟ في كولوبالي. وساعتها قال لك الحكم ضربة جزاء لان هي خبطت في ايده. طب تعالى كده نرجعها بالعرض البطيء، هنلاقي ان هنا كولوبالي الكرة خبطت في ركبته، وباينة جدا 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 ان هي خبطة في ركبته، ويا ريت مثلا قريبة من ايده، لا ده ايده اصلا مش جنب ركبته كمان، دي خبطت في ركبته واضحة جدا. والحكم حسبها ضربة جزاء لجنوب افريقيا. وبعد الماتش اللقطة اتعادت تاني وشافوا ان هي خبطت في ركبة كولوبالي. حلو. الفيفا عمل ايه بقى؟ شطب المباراة دي نهائي بتهمة ان هو اتلعب في النتيجة. وعملوا ايه؟ عادوا مباراة تاني من جديد، ودي تكون من اللي هو قرارات الغش في المباراة. وساعتها الفيفا طلعت ايه؟ صادقة وعادت المباراة تاني. وبس دي اللقطة الوحيدة اللي في المباراة اللي فيها غش وفيها قرار غلط. تمام. يلا بقى نروح على المباراة اللي بعديها، ونيجي بقى للمباراة اللي بعديها، وهي الشهيرة اصلا بايه؟ بالقرارات التحكيمية الغلط، وهي تشيلسي ضد برشلونة في نص نهائي دوري الابطال 2009. المباراة دي اصلا كانت مليانة قرارات غلط في غلط. ساعتها دروجبا اصلا كان عايز يمسك الحكم يضربه، وقال قدام الكاميرا ان هو القرارات التحكيمية كلها مليانة غش في غش، والحكم ما كانش عادل معاهم. في الدقيقة 23 مولدا كان رايح بالكورة، حلو، داني ألفيش دخل فيه وقعه جوه منطقة ال 18. ساعتها كله قال لك ضربة جزاء، حلو. الحكم قال لك لا ده بره منطقة الجزاء. يا راجل ازاي بره ال 18؟ طب تعالى نشوفها احنا ونحللها. زي ما انتم شايفين داني ألفيش كان بيتدخل جوه منطقة ال 18 ووقعوا جوه منطقة ال 18. طب تعالى كده نشوفها تاني ونعيدها تاني بالتصوير بطيء عشان ما نظلموش. زي ما انتم شايفين برضه جوه منطقة ال 18. يا راجل ده هم قاعدين جوه منطقة ال 18
18 كمان، بس هو في الاخر حسبها فاول من بره ال 18، ودي اول غلطة في الماتش. في الدقيقة 25 دروجبا كان رايح انفرادة وجاي له ثرو لوب حلو جدا، بس ابيدال جوه ال 18 الحكم قال لك ما فيهاش حاجة نهائي. طب تعالى نشوفها احنا بايدينا، يمكن ظالمين الحكم. تعالى في الدقيقة 81 انيلكا جات له كرة حلوة وكان عايز يعدي من بيكيه ويعملها لوب يعني، لكن الكرة خبطت في ايد بيكيه، الحكم قال لك ما فيهاش حاجة ولا خبطت وما حسبش حاجة. طب تعالى احنا نعيدها، يمكن ظالمينه برضه. زي ما انتم شايفين بالتصوير البطيء كده انيلكا جاي بيعملها لوب وهتخبطت في ايد بيكيه، ده كان ناقص يمسكها بايده، بس الحكم في الاخر ما حسبش حاجة، قال لها ان هي لمست دراعه. يا راجل دي لمست دراعه وفي الاخر ما حسبش حاجة برضه. وساعتها بعد الماتش دروجبا كان عايز يمسك الحكم يضربه، ودي من الماتشات اللي هي كانت ظالمة في التاريخ، وأي حد مهما كان سنه هيكون عارف إن الماتش ده كان فيه ظلم جدا جدا جدا. والمباراة اللي بعديها وقبل الأخيرة البرازيل ضد السويد في مونديال 78، المباراة دي اتلقبت أو اتسمت الصافرة في أسوأ وقت. ليه؟ لأن في الدقيقة 90 البرازيل جالها ركنية حلو والنتيجة 1-1، الكرة اتلعبت ركنية وزيكو طار في الهوا وبرأسية جميلة جدا الكرة جت جول، وكده 2-1 لمين؟ للبرازيل. وساعتها الحكم قال لك الهدف مش هيتحسب. ليه؟ لانه هو صفر ان المباراه خلصت. طب تعالى كده ليه بقى صفر المباراه خلصت؟ بيقول لك والكره هي في الهوا وهي على راس زيكو الحكم صفر ان الماتش انتهى. واصلا في قانون التحكيم ان الكره لو جوه ال 18 مهما كان الوقت ايه في الفرقه دي او دي والكره في هجمه وفي ال 18 ما ينفعش حكم يصفر الا لما الكره دي تنتهي، مهما تنتهي بقى هدف او بره او بتاع ساعتها الحكم يصفر. لكن الحكم ساعتها خالف القوانين دي وصفر واتحسبت وما اتحسبش الهدف ساعتها. ساعتها المباراة خلصت 1-1 للبرازيل ضد السويد. واخر مباراة معانا واللي فيها فضيحة تحكيمية وفضيحة كبيرة كمان، واشهر مباراة في تاريخ مصر او اشهر مباراة يعني عارفاها المصريين ان هي فيها فضيحة تحكيمية، وهي الزمالك والاهلي سنة 82. ساعتها فاروق جعفر ادى كرة حلوة جدا لحسن شحاتة، وحسن شحاتة سجل هدف صح 100%. الحكم قال لك لا الهدف فيه تسلل. طب تسلل ازاي؟ طب تعالى كده احنا نشوفها بايدينا يا عم ونشوف هل احنا ظالمينه ولا لا. زي ما انتم شايفين كده بالتصوير البطيء وهو حسن شحاتة رايح بالكوره او الكوره جايه له عموما، يعني ان المدافعين قافلين على حسن شحاتة، وحسن شحاتة مش تسلل ولا حاجه، وطبعا الكوره اتلعبت وحسن شحاتة قبل المدافعين كمان، بس رغم كده قال لك الهدف تسلل. والهدف ده كان خلى الزمالك يخسر لقب الدوري المصري في سنة 82. وطبعا زي ما انتم عارفين ان الزمالك دايما مظلوم يا عيني. وبس كده دي تكون حلقتنا، ودي اللقطات اللي كانت فيها زي ما تقول غش تحكيمي. ويا رب يكون طريقتي عجبتكم وادائي عجبكم والحلقة تكون عجبتكم، وعايزكم تقولوا لي في الكومنتات عايزين الحلقة الجاية هتكون عن ايه عشان خاطر اعمل اللي انتوا عايزينه واللي انتوا حابينه. وان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله الحلقة تكون عجبتكم واقدم لكم الاحسن. وعايزين نتم ال1000 مشترك، يا ريت نتم ال1000 مشترك قبل نهاية الشهر، لان ده حلم وكان نفسي من زمان اني احقق حلمي ده، وانتوا اللي هتحققوه ان شاء الله بدعمكم ولايكاتكم. ما تنساش تعمل لي لايك او فولو او سبسكرايب على حسب المنصة اللي انت بتتابعني عليها، واستنوا اخويا يوسف ان شاء الله في الفيديو الجاي. وان شاء الله باذن الله الفيديو الجاي اكتبوا لي عايزينه ايه واعمله باذن الله. وشكرا على المشاهدة لغاية دلوقتي، وبس كده، سلام.